قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك. صباح مليان بالتعويض واستجابة صلوات مخزنة. لا تبرحوا رقم 19. حنة أم صموئيل، معنى اسمها حنون أو نعمة، مليانة بالحنية، بس كان عندها مشاكل في حياتها الشخصية وفي الناس اللي بتتعامل معاهم وفي الأجواء الروحية اللي كانت عايشة فيها. أول مشكلة إن كانت مش بتخلف، والأمر ده كان صعب جدا في العهد القديم. وفوق الوجع اللي هي عايشة فيه والحزن والضيق، كان كمان في ننة دي كان عندها أولاد، وكانت بتغيظها غيظ شديد جدا في كل الأوقات، وبالذات في وقت الأعياد. مش عارف، يمكن في وقت الأعياد بتتذكر حاجات صعبة، بيحاول إبليس يسلب منك فرحة العيد أو ابتهاجه، ويحاول يرمي عليك حزن وغيظ وتعب وألم. وده اللي خلى حنة بكت ومرضيتش تاكل، واكتئبت وحست قوي بالمذلة، وكانت حزينة في روحها، ومن كثرة كربتها كانت بتتألم ومكسورة. بس كان في حاجة حلوة قدامها، زوجها اسمه القانا، وزوجها كان بيحبها قوي، وكان في وقت العيد بيعوضها، فكان بيدي أنصبة، وعند هي كان بيديها نصيبين. مش كده وبس، حب يشجعها ويتحنن عليها، وقال لها: أما أنا خير لك من 10 بنين. عارف، ممكن يكون في ناس في وسط التعب والألم والضيق اللي انت بتعدي فيه بتحاول تسند وتشجع، لكن للأسف ما عندهاش الإمكانية إن هي تسدد الاحتياج. فخدت قرار مهم جدا. أنا نفسي النهاردة تعرف تاخد وتاخدي القرار ده يا كل حنة. استنت لما أكلوا وشبعوا واتحركت لبيت الرب علشان تسكب نفسها قدامه. يمكن في وقت عديت في ظروف صعبة زي كده، بس كمان ما قدرتش وما عرفتش تصلي. أنا بصلي من أجلك ومن أجلك في هذا الصباح إن مفيش عائق أو مانع مهما كان كبير أو صغير يمنعك إنك تجري وتسجد وتسكب نفسك قدام الرب، لأن هنا المكان الصح اللي فيه استجابة وفيه نقلة وفيه تعويض لكل أزمنة وكل أوقات صعبة عدينا فيها. لكن لما أخذت القرار إنها تصلي وتسكب نفسها قدام الرب، زي ما قلت لكم إن كانت الأجواء الروحية في الوقت ده كانت صعبة جدا. أولاد عالي كانوا أشرار، أولاد بليعال لم يعرفوا الرب، وعالي ما كانش ليه التأثير ولا ليه العلاقة القوية مع الرب. فجه على حنة وشافها غلط وهي بتصلي، ظن ان هي سكرة، وقال لها بكل قسوة وبكل جبروت: انزعي خمرك عنك. احساس صعب جدا، اتهامها بالكذب وبالشر وبالاستهانة بالمكان المقدس. عارف، مش قادر ترد على عالي ولا ترد على فننة بكل غيظ كانت بتغيظه فيك وليكي. مش قادر ترد على عالي بكل اتهاماته. أقول لكل حنة، راجل أو ست، انسكب قدام الرب، اجري عليه من فضلك، ما تجريش منه، اتكلمي معاه، طلعي كل اللي جواكي، قدمي نذر للرب، آمني بكلماته، آمني إن هو هيقولك أمر جديد، صدقي فيه قوي، اعلني اللي انت أخدتيه من الرب. عالي لما قالها كلمات بسيطة قال لها:
إله إسرائيل يعطيك سؤل قلبك. آمنت حنة جدا بهذا الكلام ولم يكن وجهها مغيرا، وأكلت وشربت وأعلنت إن الاستجابة جات. بصلي من أجلك في اسم يسوع، كل غيظ اتغصتي فيه وكل تعب وخطط ومخططات من العدو تفقد أيام أعيادك النهاردة تفشل باسم الرب يسوع. تيجي قدام الرب تستقبلي إعلانات جديدة واستجابات فورية في اسم الرب يسوع. كلامك يبقى مملح. لا يا سيدي، أدي كلمات حنة كانت جميلة جدا. أنا بصلي كل كلام صعب سمعتيه وبتسمعيه في اسم الرب يسوع ردك بكلام مملح، فتعرفي تستقبلي إعلانات السماء. أصلي باستجابة صلوات، أصلي بأرحام تتفتح حتى لو الوقت طول، فالبطون تمتلئ في اسم الرب يسوع. آمين.